بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة لقناة سلام الإعلامية، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة رقم 34 في برنامج مع اللغة العربية، وعنوانها إن شاء الله آفة الفن الكتابي. وقبل ذلك دعوني أقول أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وأما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم داخل الوطن العزيز وخارجه، متمنيا لكم دوما الصحة والعافية. في حلقة اليوم إن شاء الله حيكون فيها موضوعين. الموضوع الأول، سأقرأ مقالة نشرها الأستاذ أحمد حسن الزيات. هذه المقالة التي سأقرأها لكم نشرت بمجلة الرسالة، ومجلة الرسالة كانت من كبريات المجلات في فترة الأستاذ أحمد حسن الزيات، وقد نشر مقال هذا بمجلة الرسالة في العدد 498 بتاريخ 18 يناير 1943. تخيلوا، نشر هذا المقال سنة 1943، وكان عنوان المقالة دفاعا عن البلاغة أو آلة البلاغة. الأستاذ الزيات كان من الكتاب المجيدين، ولم ينشر أي كاتب مهما كان في مجلة الرسالة مقالة له إلا أن يكون كاتبا مجيدا يمتلك فنون الكتابة وينضبط بضوابط اللغة العربية بكل فنونها، وله يعني قدم راسخ في فن الكتابة. فالذي ينشر له مقال في مجلة الرسالة معلوم أنه كاتب مجيد. وما دفعني للحديث عن أو استعراض مقالة الأستاذ أحمد حسن الزيات هو هذه العربدة الكتابية التي نشاهدها. كانت إلى عهد قريب محصورة في الصحف التقليدية، ليس في الصحف الكبرى، ولكنها كانت في الصحف أقرب إلى أن تكون تلك الصحف الصفراء أو الغير منضبطة، ولكن كان إلى حد بعيد كانت هنالك الرقابة وميثاق الشرف وغير ذلك. ولكن بعد تكنولوجيا المعلومات، بتحديدا بعد عام 1990 وانفجار تلك الثورة المعلوماتية، فتحت الباب على مصراعيه، وظهرت وسائل التواصل الاجتماعي الحديث أو الإعلام البديل والإعلام الجديد باختلاف التعريفات. الناس بيقولوا عليها السوشيال ميديا. هنا فتح الباب لكل من هب ودب، للذي يستطيع أن يكتب والذي لا يستطيع أن يكتب، والباب أصبح مفتوح وعربدة لا حدود لها. وإلى أن درجة أصبحت هذه العربدة في السوشيال ميديا، أول حياتنا بقت مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وتحديدا السوشيال ميديا بوسائل المختلفة. يعني الحاجات المنشورة في الفيسبوك، في التويتر، في الواتساب، في انستغرام، في كل الوسائل الموجودة، أنت مضطر لكي تتواصل مع عالمك تضطر أن تفتح. وما دار أتحدث أنا عن سلبيات، يعني في يوم من الأيام ممكن نجي نتحدث عن إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، وسائل التكنولوجيا الحديثة. أنت مضطر أن تتابع الأحداث، الأخبار وغيره وغيره، فمضطر يعني من حيث لا تدري أنت تقف على كمية من الذي لا يفيد.
ومهما عملت من كوابح الضبط والاطلاع على ما هو مفيد وتترك ما هو غير مفيد، برضو تتلبسك وتحاصرك الحاجات الغير مفيدة أكثر، وهي الأكثر سبحان الله. فتتلقفك من هنا وهناك، وأصبح الخطورة ليس في كثرة تلك الأشياء غير المفيدة، لكن الخطورة أصبحت أنه هي تؤثر على السلوك، في السلوك الانقرائي أو القراءة، وفي سلوك الاطلاع، ووصلت إلى حد أنه تنعكس على أسلوب الكتابة عندك يعني. فتستهون الكتابة الجادة، والناس بيقوا ينشروا أشياء حتى لمن كان له قلب وألقى السمع، يعني أن يكتب بشكل مستنير وبشكل مسؤول، فانجرف وأخذته العادة، يقول لك يا أخي الناس ما حتفهمها يعني. وبقينا يعني أمام يعني كم هائل من الكتابات الجاهلة، وينسبون إلى الثقافة وإلى العلم وغيره وغيره، وما أصلا لا علاقة لهم لا بفن الكتابة، لا بالثقافة العامة، لا بضوابط الرسالة ذاتها، ولا أمانة الكلمة، ولا يعني خلفيات من يكتب، ويعني تجيف على كمية من الأشياء. فدوما أنا لما أشوف هذه العربدة وهذا يعني الفساد الكتابي الموجود والفراغ والفوضى الكتابية الموجودة، على طول بتذكر هذا المقال الذي قرأناه قبل زمن طويل، اللي هي آفة الفن الكتابي. الأستاذ أحمد حسن الزيات وكأنه كان يتنبأ لهذا العهد. بالله شوف سنة 43 نشر هذا المقال في مجلة الرسالة، وكأنه يتحدث عن هذا الزمن العجيب، الزمن يعني الفوضوي والزمن اللا أخلاقي في فن الكتابة. أنا أتحدث فقط عن فن الكتابة، وعلماءنا عبر هذه القناة المباركة المنضبطة طبعا بيقدموا لكم المفاهيم من الرؤية الدينية والرؤية الأخلاقية. وبرضو هذه الحلقة وأفكار وأهداف ورسالة هذا البرنامج يعني تنصب في هذا المنعطف، ولكنني أتحدث في الجانب الكتابي. أحمد حسن الزيات الأستاذ لم يكن لوحده الذي كان يتخوف من أن تتراجع هذه اللغة ذلك التراجع. أعتقد في ذات الفترة أو بعده بقليل يعني كتب أمير الشعراء أحمد شوقي، عفوا سيداتي سادتي، كتب يعني شاعر النيل، شاعر النيل المعروف رفيق شوقي، وأنا دائما الاسم دائما يتداخل علي، اللي هو حافظ إبراهيم وأحمد شوقي. وربما في نفسي أن إمارة الشعر يعني أنا ما داير أقول، لكن أمير الشعراء هو كتب ما كتب في كل المجالات، ولكن حافظ إبراهيم لم يكن أقل منه. وبارك طبعا إمارة الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، ويستاهل أحمد شوقي أستاذنا رحمة الله عليه ورحمة الله عليه على الشعراء كلهم. فحافظ إبراهيم كتب أنا البحر، قصيدة يعني تحدث باسم اللغة العربية وترثي حظها بين أهلها، كأنه كان برضو ينظر إلى هذا المستنقع الكتابي الذي وقعت فيه اللغة العربية. قصيدته المشهورة أتذكر منها بعض الأبيات التي يبدأها قصيدته المشهورة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي، إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده ممات، لعمري لم يقس بمماتي. ده نهاية القصيدة. ويقول في نصها: رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية،
وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا. بالجرائد، على الرغم من تلك الجرائد كانوا هناك مدققون لغويون وكانوا عباقرة في اللغة، لكن كان يرى هنالك مزالق. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا. بالله لو عاد شاعر النيل، ولو عاد أحمد شوقي أمير الشعراء، وشافوا هذا العصر المتردي في فن الكتابة باللغة العربية، ماذا كانوا قالوا؟ ولو عاد الأستاذ أحمد حسن الزيات ماذا كان يقول؟ فالمشكلة عزيزي المستمع أنه ما دفعنا للكتابة كما قلت أنه أولا بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا عام 1990، هذا الانفجار المعلوماتي في وسائل التواصل يعني تطور منذ تلك الفترة إلى أن أصبح اليوم يعرف بالسوشيال ميديا، تدخل فيها كل وسائل التكنولوجيا للتواصل، من الفيسبوك للماسنجر، الفيسبوك وملحقاته والواتساب والانستغرام والتويتر والغير وغيره. أنه الآن حياتنا شئنا ما بين لا بد أن نتواصل، فنرفع الهناية، رفعت على طول حتفتح عشان تتصفح وعشان تعمل وتتواصل مع هذا وذاك. أمام هذا الخيار اللا إرادي أنت مهما ضربت على نفسك من حصون وسدود وعملت يعني ما تستطيع، برضو تحاصرك هذه التكنولوجيا، ومن حيث لا تدري أنك تود أن تتابع. كنت إعلامي، كنت شيخ، كنت داعية، كنت كاتب، باحث، طالب، ما في حتى رجل الأعمال، لا بد أن تتواصل مع هذا العالم. والمشكلة الطامة الكبرى أن هذا التواصل هو لم يكن اختياريا. زمانك الجريدة بتشتريها، تشتري الصحيفة التي تريدها فقط وتدفع فيها المبلغ، مجلة، جريدة، دورية، يومية، أيا كانت، وتعرف لمن تقرأ، على طول تمر عليها. لكن هذه التكنولوجيا يعني تمر للحتة اللي داير تقراها وخلاص. إنما هذه عشان تصل، أولا هناك طبعا معمولة بضوابط، هذا ليس مجال الحديث عنه، يعني فيها وسائل إغراءات وأشياء وكده بتاع، من حيث لا تدري بتخش في حاجات أنت مرات والله تنسى دخلت ليش يعني، لأنه أنت تقرأ يعني معمولة بطريقة كده فيها خبث علمي، يعني فيها استخدموا فيها كل العلوم الحديثة، علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التأثير وعلوم كثيرة وعلم الفن وتأثيراته وما إلى ذلك. فأنت تتصفح ومرات تكون ماشي وين أنت ما عارف أمام هذا. وحتى إذا كنت مضبط كما قلت عزيزي المشاهد، أنك تقف على أشياء حتى ما كنت تود تشوفها. فالمشكلة بقت أنك أنت مضطر لكي تصل إلى مبتغاك أنك تمر ب... باتجاهات وطرق لا فكاك عنها. المشكلة الكبرى عزيزي المشاهد أنك تطلع على ما هو مفيد وغير مفيد. أنا أتحدث عن الكتابة الآن. في الكتابة بحد ذاتها قل أن تجد كتابات جادة ومحترمة تدعوك إلى أشراف الأمور وإلى خير ما يدعو الناس. وحتى لو تجنبت كل الوسائل وحصنت نفسك ولك المهارة والقدرة أن تخترق وتمشي وتلف، برضو هتقع. لكن المشكلة برضو تصادفك حاجات ومن باب الاطلاع مرات تقيف عليها وكده، من حيث لا تدري مع مرور الزمن أنك تتأثر بتلك الكتابات. فأصبحت تلك الكتابات الغير جادة الرديئة التي لا تمتلك فن الكتابة ولا تمتلك أدواته وبلاغته، أصبحت تؤثر على التلقي، والتلقي هذا ينعكس في كتاباتك. فكثير من الكتاب المجيدين، يعني لو قعدت مع نفسك كيف كنت تكتب عندما كنت تكتب على الورقة والقلم وتشتري الصحيفة المحددة وتقرأها
وقد تقرأ، أنت تشتري الصحيفة أو المجلة لكاتب واحد. كان كثير في زمن يعني قبل 20 سنة أو 25 سنة خلينا نقول. الآن أنت مجبر أن تقرأ لكل من يعني يستاهل أن تقرأ له، أو لا يعني لا يجوز حتى أن والله أنت قف معه ثانية واحدة. لكن من حيث لا تدري للتأثيرات التي ذكرتها قبل قليل تقرأ. فالمشكلة أننا أصبحنا نتأثر بتلك الكتابات. وحتى كبار الكتاب اللي كانت عندهم كتابات يقولوا لك يا أخي الناس حيفهموها، ولخبطة في الحروف، لخبطة في الأفكار، لخبطة ذاته في الصياغة وفي التراكيب. وأنا أقول لا يستقيم أمر أمة من الناس إذا تلخبطت عندهم يعني اللغة بحد ذاتها والتراكيب والدعوة. يعني كيف تستقيم أفكارنا العقلية ورؤانا في كثير من الأشياء ونحن نقرأ كلام خارم بارم يعني؟ فالخارم بارم ده حيولد لك خارم بارم من الأفكار وما إلى ذلك. ولذلك أنا دائما أقول إنه كل ما شاهدت شيء أقول يا أخي أحمد حسن الزيات كان يتنبأ لهذا العهد الذي نعيشه الآن. نشر مقاله سنة 1943 عزيز المشاهد، ونشره في مجلة الرسالة. أنا والله يشرفني جدا اليوم أقرأه في هذا البرنامج الذي يعنى باللغة العربية. وإن شاء الله إذا لقيت وقت حتحدث عن الكاتب أحمد حسن الزيات من هو كما نشر. يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: آفة الفن الكتابي أن يتعاطاه من لم يتهيأ له بطبعه ولم يستعن عليه بأداته. وأنا أعذروني أعزائي المشاهدين، في كل فقرة أو في كل جملة مكتملة كده، جملة مفيدة سأقف. يبقى الفن الكتابي لابد أن يتهيأ له بطبعه، الكاتب يعني عنده موهبة الكتابة. وليس كل الناس كتاب أيها الناس، كما ليس كل الناس متحدثون، وليس كل الناس خطباء ودعاء. هذه الكتابة الذي علمها الله سبحانه وتعالى بالقلم للإنسان الذي لم يكن يعلم من قبل، لا بد أن يتهيأ له. الإنسان يكون هو مهيأ بطبعه، يعني موهوب بالمعنى الصريح، أو هو مع موهبته يستعين عليها بأداته، بأداة الكتابة والقراءة والاطلاع والجلوس إلى الكتاب والاستماع إليهم. يعني هذه المعينات تستعين إليها بأداته. فإذا لم يكن الإنسان بطبعه موهوب كتابيا ولم يستعن بأداة الكتابة الجادة، هنا تقع آفة. والآفة عزيز المشاهد، أبحث عن كلمة آفة. آفة دي يعني حاجة فعلا ما نعيشه اليوم هي آفة. فيقول آفة الفن الكتابي في الأستاذ أحمد حسن الزيات أن يتعاطاه من لم يتهيأ له بطبعه ولم يستعن عليه بأداته. وأكثر المزاولين اليوم لصناعة القلم، قال رحمه الله، متطفلون عليها. بالله في زمن الزيات 1943 كان هناك متطفلون، وكانت اللغة كما قرأناها وقرأها كثير من الناس. فيا ترى يعني بماذا نصف هذا الزمن الذي يكتب فيه واحد يقول لك الكاتب الفلاني والبتاع، وإذا قرأت له سطرا واحدا أو فقرة واحدة والله ما ممكن، لا هو متهيأ له بطبعه ولا أخذ بأداته. ففي صناعة القلم، وشوف العبارة التي استخدمها الزيات في صناعة القلم اليوم، يعني القلم يصنع بمعنى الكتابة، والكتابة بالقلم تصنع العقول. فالكاتب لم يكن كاتبا كده جاي ساكت كده، يعني هو يكتب لرسالة. وعشان كده هناك من الكتاب من يكتبون
الرسالة الكتابة كرسالة، وهناك من يكتب الكتابة للكتابة. وطبعا بشكل أوضح الأدب كرسالة، فواحدين يمارسون كتابة الأدب بكل أصنافه، شعرا، رواية، قصص وما إلى ذلك، يكتبونه كرسالة. وفي واحدين يكتبون الأدب للأدب، وهذه مدرسة دخل عليها كثير من الثقافات الدخيلة على المجتمع المسلم العربي في أمتنا العربية. وطبعا هي واحدة من أساليب الغزو الثقافي التي مورست على العقل العربي، يعني أكتب الكتابة للكتابة، الأدب للأدب، وعربد كما شئت، أعربد لخبط اللغة وأنشر أخلاقيات وأنشر أشياء لا يعني لا تمت لا للثقافة ولا للدين ولا للأخلاق ولا للمروءة ولا الرجولة. والمروءة هي كلمة كبيرة عزيزي المشاهد. يعني المروءة زمانك أهلنا بيقولوا لما دايرين يصفوا، حتى وهم يتحدثوا بلغة التجريت وبالتجرينيا وكده، يقول لك فلان عنده مروءة. مروءة يعني بيقولوها كده، وصحيحة هي، وهي المروءة. والمروءة كلمة يعني بتحمل القيم الأخلاقية الكثيرة: الوفاء والشجاعة والكرم والإقدام والحياء. والحياء يعني والله يعني هؤلاء الكتاب اليوم الذين يكتبون لا يستحون يعني. والحياء بالمناسبة كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحياء شطر الإيمان. والحيي يعني الرجل يعني خجول، يعني الرجل، يعني كلنا بشر، مرات كده بتجيك أشياء لكنك تستحي من الله، تستحي من الناس، تستحي من نفسك، تستحي من حاجات كثيرة، فتأخذك نخوة الحياء كده، فتكيف من كثير من الأشياء، وهي تدعوك إلى أشراف الأمور. فأنا ذكرت المروءة. وفي مسألة الخجل والحياء، أنا أذكر مرة ونحن في صالون فراج الطيب السراج، والشيء بالشيء يذكر عزيزي المشاهد، سأعود إلى مقال الزيات رحمة الله عليه في صالون فراج الطيب في مدينة أبروف بمدرمان يعني. وكان المجلس مجلس علم ودين وثقافة وسياسة وأخلاق وكرم، رحمة الله على أستاذنا فراج وعلى والده الطيب السراج رحمة الله عليهما. فكان يتحدث ذات يوم في الصالون عن الحياء، فبيقول إنه سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله أحد الصحابة فقال له: نراك يا عليا تخوض المعارك وتبلي فيها بلاء الشجعان الذي لا يخاف الموت. فقال له ذلك الصحابي: ألا تخاف كإنسان؟ ألا تخاف؟ يعني يقدم الكرار علي رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله أبناؤه والأسرة الشريفة ورحم الله المؤمنين جميعا يعني. فقال لهم الإمام علي كما رواه لنا أستاذنا فراج الطيب السراج، قال لهم: كل ذي كبد رطبة يخاف، كل ذي كبد رطبة يخاف، لكنه الحياء، لكنه الحياء، يعني يستحي أن يتراجع ويتزحزح، يستحي من الله، يستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحي من نفسه، يستحي من المؤمنين، يستحي من الملائكة، الملائكة شهود في معارك المؤمنين، يستحي من كل شيء. فقال لهم: لكنه الحياء. فأنا أقول إنه هؤلاء الذين يعربدون في الكتابة، وتحديدا أنا أتحدث عن فن الكتابة، يعني هؤلاء لا يستحون. لو كانوا يستحيون من الناس، أنت لما تكتب شيء سيقرأ لك العالم وسيقرأ. أنا أتحدث عن يعني مش المجتمع الذي نعيش فيه وما يموج فيه هذا الاضطراب الكتابي، لكن أن تكتب لابد أن يكون عندك المقدرة في الكتابة. يعني ما ممكن تطلع على الفيسبوك وتقوم تنشر كلام لا منضبط أخلاقيا،
ولا لغويا ولا دينيا ولا وطنيا ولا فكريا ولا إنسانيا. يعني معقول إذا كان هنالك حياء ما أظن ينشر. والغريب الأغرب أن الناس يقرأوا ويعلقوا، وكثير من الأشياء غير المفيدة بها كم هائل من التعليق، وكأننا يعني نعيش عالم العربدة الكتابية والكتابات الجادة حقيقة، والمقالات الجادة والبرامج الجادة والمقابلات الجادة لا تجد فيها المتابعة الكثيرة. فعلا نحن نعيش عصر الانحطاط الأخلاقي والانحطاط الحيائي والانحطاط الكتابي والعلمي والفكري والفلسفي والديني والأخلاقي بشكل عام. وبالتالي إن عدم الحياء فكل من هب ودب يكتب والناس يقرؤون له. ولذلك أنا مرات والله العظيم ليس ادعاء، لكن أحيانا لما نعمل مراجعات كده، أولا يعني عزيزي المشاهد آفة أن تقع فريسة للفن الكتابي أنه أنت بتضيف أصدقاء لصفحتك على الأقل في الفيسبوك مثلا، في لحظات من اللحظات كده مرات يعني واحد كتب لك حاجة كلمة خفيفة صغيرة كده إعجاب كده وبتاع، عاجبك اسمه، ممكن اسمه كده برضو فيه يعني ما يدل على انتمائه لوطن لفكر البتاع، فتضيف كمية من البتاع. والله أرجع وأعمل مراجعة لكثير من أصدقائك اللي بيجوك في صفحتك، يعني حتلاقي نفسك أنت تقول هل أنا الذي أضفت هؤلاء الناس كلهم؟ معقول يا أخي واحد يكون عنده يعني المتابعين قد يكونوا بالآلاف، لكن الأصدقاء الافتراضيين أن يكون عندك أكثر أنا من خلال التجربة يعني أن يكون عندك والله 20 صديق افتراضي كفاية. أنت ما بتعرفهم بس لقيتهم عبر العناية. أنا ما قاعد أتحدث عن علاقات وصداقات نشأت مع أصدقائك طفولة شباب علم ومراحل الدراسة، هؤلاء وصلة رحم وما إلى ذلك، هؤلاء ليس محل. أنا أتحدث عن عالم افتراضي، الصداقات اللي بتجيب لك السوشيال ميديا وهم الذين تقع في حبائلهم بشكل أو آخر. تلاقي نفسك أنت عندك 300 400 500، يا ترى هؤلاء ال 500 وقد يصل 1000 أحيانا، يعني سوري 100 200، يا أخي تقول أنا أضفت الناس دي 200. فعزيزي المشاهد إذا لقيت وقت أرجع لأصدقائك والله ستجد كم هائل أنت ما عارف أضيفتهم كيف، فأزل منك كثير من الأعباء التي تثقل كاهلك حتى لا تقع فريسة في أشياء كثيرة. ثم تحرى بعد ذلك لمن تقرأ. فيقول الأستاذ أحمد حسن الزيات أغراهم بها رخص المداد وسهولة النشر وإغضاء النقد، فأقبلوا يتملقون بها الشهرة بهذه الكتابات. فأقبلوا وعندما يقبل الإنسان على شيء أقبل عليه، يعني أقبل عليه اندفع إليه بكلياته العاطفية والعقلية والذهنية وغير ذلك. فأقبلوا يتملقون بها الشهرة أو يزجون بها الفراغ. تخيل عزيزي المشاهد، تابع وطوال خذ في ذهنك ما ينشر في السوشيال ميديا. أو يزجون بها الفراغ أو يطلبون من ورائها العيش، وما أكثرهم على اليوتيوب وغيره. وحتى لما يخشوا كده يقول لك اعملوا شير، اعمل سبسكرايب، اعمل اعجاب. يعني في واحد يقول بالله يا عدار يعمل حاجه ويقول يا جماعه اكتبوا لي انشروا كده بتاع، ليه؟ انا مش عارف يعني. وكتار انا يعيبوا علي يقول لي يا اخي اذا طلعت لايف انت ما بتقول شير اعملوا كده بتاع، ما ليس بالضروره يعني. زول شايف في كلامك فائده ومهم يعمل، وهذه مساله تخصه يعني. فيطلبون من ورائها العيش، يأكلون يسترزقون، وكل جهازهم له ثقافة ضحلة وقريحة محلة ومحاكاة رقيعة.
والله وكأنه يتحدث عن هذا العالم الذي نعيشه. ومن هنا، لأن هم أصحاب ثقافة ضحلة وقريحة محلة ومحاكاة رقيعة، وإذا دخلنا نستوضح ونشرح شوية ممكن نتوه من الفكرة الأساسية، ولكن لا نتوه، لكن ربما نحتاج إلى زمن أطول. ومن هنا يقول الزيات: شاع المبتذل وندر الحر. حقيقة شاع المبتذل وكثير، ونفق الرخيص وكسد الغالي، وكثر الكتاب وقلت الكتابة. نتوقف هنا في فاصل قصير ثم نعود لنواصل ما انقطع من حديث في آفة الفن الكتابي للأستاذ أحمد حسن الزيات. نلتقيكم بعد لحظات. مشاهدي الكرام، أرحب بحضراتكم مرة ثانية، ونحن في رحاب الحلقة رقم 34 في برنامج مع اللغة العربية، ونقرأ مقالة كتبها الأستاذ أحمد حسن الزيات عام 1943 ونشرت بمجلة الرسالة، تلك المجلة المدرسة الخالدة. يقول في آفة الفن الكتابي الأستاذ الزيات: وادعاء الكتابة داء، يعني مرض لا ينتشر إلا حين تضعف السلائق، وتفسد الأذواق وتطغى العامية. حقيقة يعني الكتابة تحتاج إلى فصحى. نحن يومنا كامل كله عامية في عامية، كيف تستقيم الكتابة؟ أنت إذا ما تحدثت يوميا في نهارك الكامل بالفصحى ستكتب بالفصحى، والكتابة لا بد أن تكون فصيحة، ولا كيف سيتبين أمر فصاحتها وبلاغتها إن لم تكن فصحى؟ لأن العامية يدخل فيها كل العوام يعني. فهل يستقيم الأمر عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن تتحدث يعني قول مثلا اليوم 24 ساعة، أخذنا منها 8 ساعات للنوم، الباقي كم؟ هذا العدد الباقي من 24 8 لما 16 ساعة إذا ما غلطان في العدد 16 ساعة أنت بالنسبة للإنسان المسلم عنده يدخل في الصلاة بالعامية ما مقبولة طبعا، ما مقبولة. على الأقل لابد أن تقرأ سورة الفاتحة بالفصحى، الحمد لله إلى ولا الضالين. برضو شيئا من القرآن الكريم أعتقد لابد أن تقرأ، فتتفصح في صلاتك أنت كمسلم، ما في طريقة للعامية أبدا. يبقى الزمن الذي نتفصح فيه بالفصحى بالعربية المبين نحن كمسلمين مثلا، كل لو جمعت بفروضة والنوافل مهما أكثرت، والله سبحان الله في هذا الزمن ربما نصف ساعة، خليها بالتهجد والحاجات لمن وفقه الله، وبالضحى وكده، وشيئا من قراءة القرآن الكريم وكده، يعني ممكن ساعة في اليوم تتفصح فيها بلسان عربي مبين، أنت تتحدث بكلام الله وكله فصيح في فصيح. من 16 ساعة عزيزي المشاهد وعزيزي في هذا الزمن الذي نعيشه أنت شغال بالعامية 15 ساعة، لما تضيف عليها عامية الفيسبوك والسوشيال ميديا الجديدة الساعة ذاتها سبحان الله بتكون راحت كيف، وممكن سريع كده. فكيف يستغيب؟ تطغى العامية يعني. لما تطغى العامية ليس هنالك فصاحة. وعشان كده يعني حتى وانت تكتب كلام جاد
مرات بتجيك الكلام اللي بتقوله في مع الناس وكده بتاع، وتغلط في حاجات وتغير في الحروف وتغير في التراكيب. ده غير الترجمات اللي قاعدين يتكلموا بالعربي لكن هم بيترجم من لغة ثانية يعني. ولذلك التراكيب مقلوبة يعني وغير مستقيمة. ولذلك هذه التراكيب غير المستقيمة بتخلق أفكار غير مستقيمة، تخلق انطباع غير مستقيم، ثم تخلق رؤى غير مستقيمة. هذه هي الحياة. فيصبح التفقيه علما، مش في التفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عكس التفقيه التفيقه، عفوا. الزيات يقول فيصبح التفيقه علما. والتفقه والتفقيه ده شيء إيجابي، لكن التفيقه، عفوا التفيهق، شفتها نحن زادنا بدينا نلخبط. فيصبح التفيهق أن تتفيقه علما، والشعوذة فنا، وفعلا في شعوذة كتابية حقيقة، والثرثرة بلاغة، واللحن تجديدا، والركاكة رقة. بالله سبحان الله. فعلا يقول لك يا أخي أنت ليه ما تكتب كلام ناس يفهموه؟ اكتب يا أخي كلام ركيك كده عشان الناس تفهمه يعني. واللحن لابد أن تلحن في الكلام، وتلحن في الحروف، وتلحن في كما يلحن كثير من الناس وهم يقرؤون القرآن الكريم. وهذا القرآن الكريم لو لم تقرأه يوميا وتتقفى أثر هذا الكتاب سورة بعد سورة وكده وهكذا، والله العظيم تلحن حتى لو كنت خريج أعلى الجامعة، أرقى الجامعات، وتحمل الشهادات العليا. إن هذا القرآن يعني يحتاج إلى زول يواصل فيه هذه القراءة قراءة مستمرة. أنا أذكر في فترة من الفترات، بالمناسبة يعني بعد الأحداث بتاعت مدينة أغردات 75 يوم الأحد الأسود، قبليها يعني كنت بقرأ القرآن كثير، وبحمد الله ختمت القرآن مبكرا، يعني ختمت ورددت القرآن كما ذكرت في يوم من الأيام، وهكذا كان جيلنا كله يعني. ولشيخي الشيخ خليل الصحة والعافية، ربنا يمد في عمره إن شاء الله، هو في مدينة كسلة. ولأن برضو في المنزل كان القرآن على طول يعني. فبعد يوم الأحد 75 مشينا مع الأسرة، عاد الوالد رحمة الله عليه وأخي الأصغر عبد الله ظلوا في مدينة أغردات، ونحن يعني عملنا هجرة خفيفة كده إلى مدينة بارنتو، حيث كانت هادئة شوية نوعا ما بالنسبة لمدينة أغردات. في مدينة بارنتو أنا يمكن عشان كنت صغير كده لقيت الجو كده بتاع، فشوية ابتعدت عن قراءة القرآن، ما كنت زي ما بقراه في أغردات وكده. والله حقيقة أنا أقول عشان أدلل على أن القرآن هذا يتفلت منك، ومذكور في الأحاديث النبوية وفي الأثر الإسلامي الكثير يعني. فكانت سنة وحاجة شوية كده يا أخي. لما قبل العودة مسكت القرآن كده، القرآن الذي قرأته والحمد لله كنت وقفت التشكيل في سورة ياسين كما أشرت في يوم من الأيام. من سورة ياسين أنا لم أشكل اللوح بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا بي بس شهور كده أنا ما قريته بالشكل اليومي الذي كنت أقرأه، والله العظيم وكأني هذا القرآن يعني كاد أن يتفلت مني، كاد والله العظيم. فبكيت أتلمس حروفه من كأني أقرأه من جديد. فقلت وشعرت بشيء حقيقة والله العظيم، شعرت بحاجة كده يعني تقصير. فانكببت في قراءتي ورجعنا إلى مدينة أغردات واستمريت. الكلام ده أنا بقوله عزيزي المشاهد، يعني أنا أتعجب والله من ناس مسلمين هم محترمين وناجحين في حياتهم وكده، الحياة الدنيا اللي بنشوفها، لكن علاقته بقراءة القرآن ما كثير.
يقرأه إما في رمضان أو في ساعات الوفيات أو يعني. ولذلك لو فتحت قل له أفتح أي سورة كده أقرأ، تجده يتلعثم ولا يكاد يبين في كلامه في قراءته كده. فأنا أقول والله يعني هذه نصيحة لوجه الله، وأوصي بها نفسي وإياكم. والله العظيم يا جماعة في هذا القرآن كل الخير. يعني أي لغة دار تعرف أقرأ القرآن، اللغة العربية دار تعرف أقرأ القرآن، علومك اللي بتخصص فيها دار تعرف أقرأ القرآن، كل شيء في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ربنا قال كده ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. ولذلك نعود إلى أحمد حسن الزيات: والركاكة رقة. والذي يقرأ القرآن دائما انت حتى في كتاباته وفي حديثه كده بيستشهد وتشوف تعرفه يعني ده رجل قرآن يعني. وإذا ابتعدت عن القرآن ما في لغة. وكتار حتى من المسيحيين ومن غير المسلمين قرأوا القرآن يقول لك تعلما وتفقها في هذه اللغة. كثير يعني كثير كتار، أنا ما داير أخش هسه في حاجات وتفاصيل. أذكر على سبيل المثال فقط الشاعر العراقي المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد، لم يكن مسلما. قال وأنا في المرحلة الابتدائية، وكان العقيدة التي كان يؤمن بها أنا ما قادر أتذكرها، لم يكن مسلما. أشعر شعراء العراق في العصر الحديث عبد الرزاق عبد الواحد الذي توفي. أنا إذا قلت رحمة الله عليه يعني لكن لم يكن مسلما. ولذلك الرحمة لا تجب إلا على المسلم يعني. وأقدم إلى ما أفضى أو أفضى إلى ما قدم. فقال وأنا في المرحلة الابتدائية مسكت القرآن داير أقرأ، فالأستاذ نزع منه القرآن قال له أنت لست على طهارة وأنك ما مسلم وبتاع. قال العملية دي استفزتني. قال قرأت القرآن من البقرة إلى سورة الناس، بل وحفظته. قال عشان كده شعره يعني شعره قوي. بل هناك من يزعم فيقول هو متنبي العصر الحديث، العصر الذي عاشه. هو توفي 2000 وأعتقد 2016 2017. فعصي على بغداد أني أعفها من أجمل قصائده يعني. إن شاء الله يوم كذا نجي نقرأ من شعره لأنه كان شاعرا مجيدا. فقام قرأت القرآن قال لأنه أنا كنت عارف إنه هذه اللغة لا يمكن أن تستقيم أمرها عنده إلا بقراءة القرآن الكريم، وقرأته. ويوم من الأيام هو يناقش رسالة علمية في الجامعة يبدو لي حسب ما ذكر. قال أنه كان في واحد داير يناقش رسالة علمية في مسألة نحوية، وكان الأستاذ الزيات يبدو لي مناقش خارجي. فالأستاذ عفوا عبد الرزاق عبد الواحد فبدأ يبدي ملاحظاته اللغوية في كثير من القواعد. واستشعر عبد الرزاق عبد الواحد أن هذا الباحث شوية علاقته بالقرآن ما كثير. فقام سأله قال له يا أخي أنت قال له هل قرأت القرآن؟ قال له أنا ما قرأت القرآن. لماذا؟ قال له أنا ما مسلم. ده الباحث العلمي اللي قاعد يتحدث، والكلام ده في العراق. قال له أنا لست مسلما. قال له هتعرف أني يا عبد الرزاق عبد الواحد لست مسلما، لكن تعرف قال له إنه أنا قرأت القرآن يمكن أكثر من المسلمين عشان أفهم هذه اللغة. قال له أنت ما قرأت؟ قال له أنا لم أقرأ القرآن. قال له أنت رجل لم تقرأ القرآن، حتى لو كنت مسيحيا أنت لست جديرا بأن تناقش هذه الرسالة في قضية لغوية بحتة وأنت ليس لك أي علاقة به. لم تقرأ القرآن، أنت حتجيب الهناية تستشهد بماذا يعني؟ فقال يا أخي أنا أعذروني لا أناقش هذه الرسالة، وخرج من المناقشة كما يقال. حتى لو لم تكن مناقشة
علمية لرسالة ماجستير أو دكتوراه، ولكنها كانت ربما كمان في ندوة علمية أو وركشوب زي ما يقولوا، يعني تقدم فيها أوراق، وهذا والعهد على الراوي، ولكن أثق في الرواية. وأعتقد إلى حد يعني ما إذا ما خانتني الذاكرة كان استمعت لهذا الرجل عبد الرزاق عبد الواحد يقول ذلك. في العصر الحديث أو في زمننا، الزمن القريب، يعني يذكر الشعر العربي ويذكر عبد الرزاق العراقي تحديدا، عبد الرزاق عبد الواحد ومحمد مهدي الجواهري. هذا رجل شاعر مجيد، والله أنا يوم إن شاء الله نجي نقرأ من شعر الجواهري، هو سيد شعراء عصر يعني. فنرجع للقرآن الكريم حتى لغير المسلمين فإنهم يتعهدونه قراءة ليفصحوا لسانهم وليقفوا على أبلغ ما نزل باللغة العربية وهو القرآن الكريم. الزيات يقول: وفي مثل هذه الحال قال صاحب المثل السائر: ومن أعجب الأشياء أني لا أرى إلا طامعا في هذا الفن مدعيا له على خلوه من تحصيل آلاته وأسبابه، ولا أرى أحدا يطمع في فن من الفنون غيره ولا يدعيه. ما في زول اليوم يدعي إنه هو طبيب أو هو فقيه في القانون أو خبير في الاقتصاد إلا هذا الفن الكتابي، الكاتب الفلاني. الأدعياء كثر في فن الكتابة، بل هناك كتب تطبع يعني. هذا وهو بحر لا ساحل له، هذا الفن الكتابي بحر لا ساحل له، يحتاج صاحبه إلى تحصيل علوم كثيرة، إلى تحصيل علوم كثيرة حتى ينتهي إليه ويحتوي عليه. بالله شوف التراكيب الجميلة دي، حتى ينتهي إليه ويحتوي عليه، يحتوي على فن الكتابة. فسبحان الله، هل يدعي بعض هؤلاء والله أنه فقيه أو طبيب أو حاسب؟ أنا والله قلت الكلام ده قبل ما أشوفه. يعني سبحان الله، بيقول: هل هناك من يدعي أنه فقيه أو طبيب أو حاسب أو غير ذلك من غير أن يحصل آلات ذلك ويتقن معرفتها؟ هل هناك؟ يا أخي أنت إذا ما عندك رخصة قيادة في السيارة وتدربت عليها ما ممكن تقول أنا بعرف أسوق السيارة. حتمشي إلى التهلكة مباشرة يعني أنت وآخرون. ويقول الزيات: فإذا كان العلم الواحد من هذه العلوم الذي يمكن تحصيله في سنة أو سنتين من الزمان لا يدعيه أحد من هؤلاء، تلك العلوم طبيب حاسب فقيه، سنتين أو سنتين من الزمان، فكيف يجيء إلى فن الكتابة وهو ما لا تحصل عنده من معرفته، أو وهو ما لا تحصل معرفته إلا في سنين كثيرة فيدعيه وهو جاهل. فن الكتابة والله لا بد أن تتحصل في سنين كثيرة، سنين كثيرة، لأن الكاتب الذي كان يكتب، يقول لك فلان الكاتب مثلا الذي كان يكتب للأمراء والخلفاء والسلاطين وغيرهم، الكاتب كان مهنته كاتب. هذا لابد أن يكون ملم بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنساب وعلم الفلك والأنساب وعلم اللغة والبلاغة والسير وعلم الجغرافيا وعلوم كثيرة، وينداح من خلال كتابته هذه الثقافة وهو يكتب وأنت تقرأ. ولذلك كانت لغتهم قوية. يمكن يوم في يوم نحن نشير إلى الكتابات التي كانت بين الأمراء والوزراء، فيها كم واضح وكثيف وبلاغة ورقي
ولذلك زمانك الطلبة عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة كانوا يحفظون كثير من الأشياء المفيدة لما كتبه الكتاب من شعراء وعلماء وكثير. ويمكن ما أفتتح به أنا إن شاء الله سأدرج على ذلك، اللي هو أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول إلى آخر ذلك. الناس كانوا يحفظون مثل هذه الترانيم ويحفظون كثيرا من الأشياء التي تساعدهم على تفصيح لسانهم. يواصل الزيات فيقول: وعجب ابن الأثير لم ينقضي حتى يعتدل الزمان بأهل العربية فتنضح الحدود وتستقيم الموازين وتصح الأقيسة، فلا يتدخل آخر في نسب آل البيت، ولا يجري حمار في حلبة الكميت. كلام خطير وفي غاية الأهمية. وعلى ذكر ابن الأثير عزيز المشاهد، المعلومة تقول ابن الأثير هو علي ابن محمد ابن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن عز الدين ابن الأثير، المؤرخ الإمام من العلماء بالنسب والأدب. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرو وسكن الموصل في العراق الآن يعني. والموصل في زمن من الأزمان كانت جزءا من سوريا الشقيقة العربية المعروفة. وتجول ابن الأثير في البلدان وعاد إلى الموصل، فكان منزله مجمع الفضلاء والأدباء، وتوفي بالموصل. أكتفي بهذا في حديث أو تعريف بابن الأثير. يقول الزيات: أما بعد، فإن آلة البلاغة الطبع الموهوب، إن آلة البلاغة الطبع الموهوب والعلم المكتسب. والمراد بالطبع ملكات النفس الأربعة التي لا بد من وجودها في البليغ. ملكات النفس الأربعة التي لا بد من وجودها في البليغ، ولا حيلة في إيجادها لغير الخالق، وهي الذهن الثاقب الأربعة. يعني لو خدينا هذه المقاييس على كتاب اليوم، الملكات الأربعة التي يهبها الله الخالق للإنسان حتى نسميه كاتب ويخرج إلى الناس ويكتب، هذه الكتابة التي يعني تصدمنا في وجوهنا كل يوم، يعني من حيث شئنا أم لم نشأ. لا بد أن يكون تتوفر فيه: واحد، الذهن الثاقب، والخيال الخصب، والعاطفة القوية، والأذن الموسيقية. والله كل واحدة فيها دائرة حلقة، لكن نحن حنمر. لكن تخيل عزيز المشاهد، يعني كيف يقدم إنسان على أن ينشر مقالة في السوشيال ميديا تحتسم اتحاد الأدباء وينشئ اتحاد الكتاب وينشئ اتحاد ما بعرف رابطة كذا وكذا. وهو يعني لو جينا بهذه المقاييس، الزيات أنا يعني شخصيا بشوف كلامه، واحدين يقولوا: يا أخي أنت بترجع لنا للأربعينات. أيوة أربعينات، نحن ننبش التاريخ لأننا لا نجد في هذا الواقع ما هو يبشر بمستقبل. يا أخي على الأقل نعود إلى ما كانت عليه هذه اللغة الجميلة في تلك السنين الغوالي. فبالله أن يكون
صاحب ذهن ثاقب وخيال خصب وعاطفة قوية وأذن موسيقية. خذ بس أخي العزيز الكاتب وأختي الكاتبة، يعني أين أنت من هذه الخصال التي يهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ يقول الزيات: فإن كنت على يقين جازم من وجود هذه الملكات في نفسك فامض على ضوئها في طلب هذا الفن، فإنك لا محالة واصل. والعكس بالعكس، إن لم تكن على يقين جازم فلا تمضي وأرح الناس من كتاباتك ومن هرائك ومن قيئك لا مؤاخذة، لأننا أصبحنا يعني من حيث لا ندري نتأثر بتلك الكتابات الموجودة. أنا ذهبت تفتح كده شوية بتلقى أشياء، بل وصل الأمر إلى المراصد الإعلامية، لا لغة ملخبطة، قواعد مكسر، بل هنالك من يعني جر وراء تلك الدعوة غير الأخلاقية، والدعوة التي كان وراءها من وراءها، إلى اعتماد العامية حتى في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار. وكثيرا من دول ومراصد يعني تقعد كده كأن المذيع والمذيعة كانوا قاعدين في قهوة كده ويحكي لك بالعامية ويقول لك دي نشرة أخبار. شيء غريب. وسألقي عليك بعض الأسئلة لتعلم من أجوبتك عنها إن كنت موهوبا أو غير موهوب. الزيات يتساءل هكذا: سأعطيك، يقول، جملة من الأسئلة وحاول أن تجيب عليها لتعرف إن كنت موهوبا في فن الكتابة أو غير موهوب. السؤال الأول: هل يتأثر خيالك في يسر ويتحرك فؤادك في سهولة، ثم يكون بين الخيال والقلب تجاوب سريع؟ هذا تساؤل منطقي. عندما تكتب هل يتأثر خيالك في البدء ويتحرك فؤادك في سهولة؟ ما هو الإنسان خيال وفؤاد، زي ما قال المتنبي: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فهل يتحرك فؤادك في سهولة ثم يكون بين الخيال والقلب تجاوب سريع؟ الإجابة بلا أو نعم. هل تجد لأذنك الحساسية الرهيفة لانسجام الألفاظ وازدواج الفقرة وإيقاع التراكيب؟ يعني شوف الكلام ده مركب كيف. هل تجد أذنك تحس بذلك الإحساس الرهيف لانسجام الألفاظ وازدواج الفقرة وإيقاع التراكيب؟ أجب بلا أو نعم عزيزي المستمع والمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة. يتساءل فيقول: هل يملك مشاعرك جمال البلاغة في روائع الشعر والنثر؟ وكان في قديم الزمان الكتابة التي تخلو من نثر معروف لكلام محفوظ، سواء كان من القرآن أو من الأحاديث أو من الشعر المشهور المعروف، إذا خلا المقال من ذلك من هذا وذاك هذا ليس كتابة. هو الإنسان لما يقرأ ما دار يستفيد شيء، وأنت لما تكتب أيضا تود أن تبرز ملكات معينة، أن تبرز قدرات، أن تبرز فوائد عندك أنت تود نشرها للآخر. وإذا خلا الكلام من اقتباس وشعرا ونثرا، وعشان كده الزيات بيقول: هل يمتلك مشاعرك جمال البلاغة من روائع الشعر والنثر؟ عشان كده جابه بشكل واضح.
أجب بلا أو نعم. هل تحس في نفسك السمو إذا حمسها الاطلاع على النماذج الرفيعة من البلاغة فتتحرك للمنافسة والمباراة؟ والله إذا لم يحرك فيك مقالة مما كتبت وتقول يا أخي أنا ما شاء الله قاعد أكتب كويس من الاطلاع على النماذج الرفيعة، يعني أنت كتابتك تدل على اطلاعك على نماذج من البلاغة فتتحرك للمنافسة والمباراة. وينبغي هكذا أن تكون الكتابة، أن تكون الكتابة هي منافسة لكاتب معين ومباراة لفكرة قادمة مع الأفكار التي موجودة. بالله لو جود الكتاب، هؤلاء الكتاب كانوا حقيقة موهوبين بما فيهم المواهب التي ذكرها أستاذنا الزيات، بالله ومع السوشيال ميديا والأشياء كيف كانت سترقى الأمم وترقى أسلوب الكتابة والفن والتماهي مع مسائل الناس في قضاياهم الإنسانية والعاطفية والدينية والفكرية والثقافية. كانت سترقى الأمم، ستترقى الأمم ما في شك. وإذا لم يكن كذلك هذا الذي نعيشه. ويتساءل فيقول هل تشعر حين يتجه فكرك إلى موضوع ما أن فكرته الجوهرية الأولية لا تلبث في ذهنك أن تحيا وتنمو ثم تتشكل وتتلون ثم تتوالد وتنتشر؟ أعيد السؤال مرة أخرى. هل تشعر حين يتجه فكرك إلى موضوع ما إن فكرته الجوهرية الأولية لا تلبث في ذهنك أن تحيا وتنمو، لا أن تحيا وتموت؟ والله في وحدين أنا أشك إنه يقدمون على الكتاب وهم ما عارفين دايرين يقولوا شنو زاد، ماذا يقولون، ما هي فكرتهم. فقط هو داير يطلع ويقول نشر مقال ونشر هنا وهكذا والكلام الذي سبق الذي أشار إليه الزيات. لكن لا تلبث تلك الفكرة الجوهرية في ذهنك أن تحيا وتنمو. هي الكتابة حياة، يعني لا بد أن تحيا وتنمو ثم تتشكل وتتلون ثم تتوالد وتنتشر. تتشكل وتتلون في أساليبها البلاغية، في أفكارها وفي تراكيبها وفي اقتباساتها، تتشكل بهذا الشكل، تتلون بلون من ألوان الاقتباسات وألوان الفكرة التي تريدها، ثم تتوالد وتنتشر. لا بد أن تتوالد عندك الأفكار وتنتشر. سؤال أجب بلا أو نعم عزيز المشاهد، خاصة الذين يدعون أنهم من أهل الكتابة. يقول الزيات هل تشعر بالحاجة الملحة والتوقان الشديد إلى الإنتاج الناشئ من فيض القريحة وحرارة الفكر؟ لا بد يكون عندك توق ورغبة شديدة ملحة كمان إلى إنتاج شيء جديد. يأتي ذلك من فيض القريحة. والقريحة حتى الناس لما عرفوا الأدب عزيز المشاهد قالوا الأدب هو كل ما أنتجته قرائح الأدباء من شعر ونثر بقسميهما شريطة أن يحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. هذا هو الأدب في تعريف الأدب. والكتابة شكل من أشكال الأدب، أو هي المرآة التي تعكس أسلوب الأدب عبر الكتابة. فيقول لك إنه لا بد من فيض القريحة وحرارة الفكر. أصلا لو لم يكن عندك فكرة، والفكر هذا منطلقه قد يكون فكرة إعلامية، فكرة دعوية، فكرة ثقافية، فكرة اقتصادية، فكرة قانونية، فكرة اجتماعية. لا بد أن يكون عندك فكر. هذا الفكر المجرد أنه فكر ليس كافي، لا بد أن يكون فيه حرارة فكر. فأنت عندما تشعر تكتب في الكتابة هل تشعر بذلك؟ هنالك رغبة ملحة والتوق شديد إلى الإنتاج الناشئ. إنتاج ناشئ لا بد أن يكون إنتاج جديد، يعني
حتى مع أنك أنت تقتبس من هنا وهناك، لكن تريد أن تطرح رأيا وفكرا، فكرة في الكتابة يعني. ويتساءل الزيات فيقول: هل يسهل عليك إدراك العلاقة بين الأفكار المجردة والموضوعات المحسة فتخرجها في الصور المقبولة والألوان المناسبة؟ أنا سأتساءل وأتوقف عند هذا الجزء، يعني أتساءل من خلال تساؤلات الزيات دون تعليق، على أن نكمل الحديث عن حديثنا عن الزيات في الحلقة المقبلة عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة. لكن نواصل ما انقطع من تساؤلات الأستاذ أحمد حسن الزيات، فيقول: هل تتمثل المعاني في ذهنك من تلقاء نفسها على أفضل الوجوه الصالحة للتعبير والتصوير؟ وهل تحس حين تفكر في موضوع شعري أن العواطف تنثال على نفسك ثم تتزاحم وتتدافع طالبة الانبثاق والتدفق؟ في موضوع شعري عندما قال، أعتقد الزيات في موضوع شعوري عندك أنت في الداخل، سواء كان في النثر أو في الشعر. هذه تساؤلات يقول في نهايتها: إذا كانت أجوبتك عن هذه الأسئلة بنعم، فتعال ننظر معا في الآلة الأخرى للبلاغة، فإنه لا مندوحة لك عنها إذا شئت أن تستغل ما وهبك الله من قريحة خصبة وملكة مواتية. أما إن لم يكن كذلك، إن لم يكن إجابتك بنعم، إذا كانت كلها إجابات لا، فأرح نفسك عزيزي الكاتب وعزيزة الكاتبة، وأرح الناس منك، لأن الكتابة مسؤولية كبرى. أتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة على أن أكمل معكم ما تبقى من حديث الأستاذ أحمد حسن الزيات في موضوعه الذي جاء تحت عنوان دفاعا عن البلاغة أو آلة البلاغة، وكان يتحدث عن آفة الفن الكتابي الذي رآه عام 1943 ونشر في العدد رقم 498 بمجلة الرسالة الخالدة، له الرحمة، وللرواد في مجلة الرسالة الرحمة والبركة. ولك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أجر المتابعة والمشاهدة، ولنا كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خير الجزاء على ما قدمناه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في هذه اللغة وحبب إلينا أهلها وحبب إلينا مداخيلها ومخارجها، واجعلها لنا نورا نهتدي بها في علم الفصاحة والبلاغة والفكر والثقافة والتدين والانعتاق من كل ما ليس له علاقة بهذه اللغة وشرفها، لأنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا مشاهدي الكرام. في ختامها تحياتي أحمد شريف في الإعداد والتقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.